حسام حسن بيثبت للمرة المليون إنه مدرب جامد، والدليل على ده إنه لما غلط في توظيف خط الهجوم وخصوصا مرموش قدام نيوزيلندا ما كبرش. وتعال نشوف إزاي. في الشوط الأول هتلاقي دايما مرموش بيحاول ينطلق من العمق، ودايما كان بيبقى عليه رقابة لصيقة من مدافعين منتخب نيوزيلندا خصوصا اللعيب رقم 16، وكان بيحاول مرموش يهرب منه بالكورة على طرف الملعب، ولكن كان دايما بيخسر معاه الصراع الثنائي على الكورة. وحتى لما كان مرموش بيهرب منه لقلب الملعب ويحاول يستلم وظهره لجون نيوزيلندا كان بيبقى الموضوع صعب والكرة بتطول من مرموش. وطبعا مش هقولك ان كمان الكور العرضية كان ملهاش اي لازمه بوجود مرموش جوه ال 18، لان نفس المدافع كان بياخدها منه برضه. اللقطه المضيئه الوحيده لعمر مرموش في الشوط الاول هتلاقيها كانت من طرف الملعب لما استلم وشاط شوطه كانت خطيره جدا على مرمى نيوزيلندا. في الشوط الثاني توظف مرموش على الطرف الشمال، وبالتالي الكره لما كانت بتتلعب له كان دايما بيبقى رايح ووشه لمرمى نيوزيلندا، وده الموقف المريح بالنسبه لعمر مرموش، لان ده كمان كان بيتيح له وقت ومساحه على الكره علشان يتصرف فيها براحته وياخد القرار السليم. وفي نفس الوقت مرموش كان بيلعب الكرة بسرعة وكان بيخلصها أسرع ما كان إمام بيلعب على الطرف الشمال، وبقى يربط اللعب كتير مع فتوح من لمسة واحدة، وكان بيتحط مدافع نيوزيلندا الباك اليمين دايما في موقف 2 على 1، ومع سرعة نقل اللعب من مرموش كان دايما بنقدر نعمل تفوق عددي هناك. وحتى لو كان الموقف 2 على 1 على مرموش ما كانش عنده مشكلة، كان بيقدر يعدي ويوصل الكرة في العمق لصلاح، ومن هنا كانت فكرة الهدف الأول. هتلاقي برضه مرموش بيستلم على الطرف وبيدخل بالكورة لقلب الملعب. بعد دخوله لقلب الملعب كان بيقدر يرفع عينه ويبقى كاشف المساحة كلها علشان يحدد الاختيار المناسب للتمرير، وهنا كان إمام عاشور اللي حسام حسن حركه من الجنب الشمال لأنه يلعب في مركز 10 أو صانع الألعاب. ومع وصول الكورة لمحمد هاني على الطرف لاحظ لحظة العرضية منتخب مصر عنده 3 لعيبة جوه ال 18 مفهومش عمر مرموش أصلا اللي كان جاي من على الطرف، ودي كانت زيادة عددية كنا محرومين منها الشوط الأول، لأن مرموش ما بيعرفش يستلم جوه ال 18، لازم ينزل يستلم في مساحة. وكنت قلت لك في الفيديو اللي قبل ماتش مصر ونيوزيلندا إن منتخب نيوزيلندا عنده مشكلة في الكور العرضية، حتى لو عنده عدد مدافعين جوه ال 18 فإن هم مش بيراقبوا حد، وفعلا ده اللي حصل في الهدف. 3 لعيبة من منتخب مصر جوه ال 18 و4 مدافعين من منتخب نيوزيلندا أو 3 قريبين من الكورة، وبرغم كده زيكو هو اللي بيوصل للكورة ويسجل لمصر هدف التعادل اللي فتح الطريق لانتصار عريض. ومبروك لمصر أول انتصار في تاريخها في كأس العالم. كان معاك محمد ممدوح، وما تنساش اللايك والفولو.